اخوان السلام عليكم. واول شيء كنهنئ جميع الشعب المغربي بهذا الفوز التاريخي على الفريق الاسباني، وكنوجه الشكر ديالي الاول للفريق الوطني المغربي وعلى راسهم السي الركراكي، وما نساوش كذلك نشكروا السي القجع لان هو عنده دور كبير في هذا الشيء اللي وقع بالنسبه لهاد التغييرات اللي وقعوا في المنتخب المغربي. وشكرا للشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، الناس المشجعين. والموضوع ديال اليوم كما شفتوا في العنوان بانها رساله للحكومه المغربيه. كما لاحظنا بان الشعب المغربي كيموت على بلادو. هذا الفرق، هذا الماتش هذا اللي كان يعني كيبين بان الشعب المغربي راه كيموت على بلادو وعلى ملكه. كما شفتوا راه جلاله الملك تا هو خرج احتفل معنا، الحمد لله. كان هذا الشيء الموضوع اللي بغيت نوجهه، الرساله بغيت نوجه هو واحد المقدمه وعاد نكمل. كما شفتوا بالخصوص نتكلم على الجاليه المغربيه. كما شفتوا الناس في الماتش ديال بلجيكا، الناس كانوا كيشجعوا، كيفرحانين بالفرقه ديالهم ربحات في واحد البلاد ديال اللي عايشين هما فيها، وفي نفس الوقت ديك البلاد هي اللي خسرات مع الفرقه ديالهم اللي كيحتفلوا بها. يعني كان واحد الضرب شويه، ضغوطات عليهم، وقعت مشاكل، وقعت عاوتاني نفس الشيء في اسبانيا. يعني الناس كيحتفلوا بالربح ديال واحد الفرقه اللي غلبات واحد الفرقه ديال ديك الدوله اللي هما اصلا ساكنين فيها، وكانوا عاوتاني هما شويه ديال التوترات، بلا ما نتكلموا على فرنسا، بلا ما نتكلموا على و هذا بانه كيبين على ان هذه الجاليه المغربيه اللي موجوده خارج الوطن، وخصوصا نتكلم على اوروبا، واخا هما النص. نقول لك راه عرفتي شحال اللي بغيتي تشوف مازالين حارقين بالاوراق، راه عدد هذوك اللي كانوا خارجين كيشجعوا كيغوتوا، راه العدد منهم باقيين حارقين مساكن بالاوراق، الله يسهل عليهم. ولكن خرجوا كوميم كيغوتوا تبحبحوا بحالنا هكا. علاش؟ لحب الوطن، حب الوطن وحب الرايه المغربيه. يعني هما راه خرجوا من داك البلاد هذاك ماشي لحقاش ما كيبغيوش الوطن ديالهم ولا الملك ديالهم، لان ما عجبهمش السيتوياسيون اللي عايشين فيها ديال التسيير ديال الحكومه وديال تفريق الثروه بلا ما نعاودوا نهضروا في هذا الموضوع هذا. سمحوا لي، بلا ما نعاودوا ندخلوا في هذا الموضوع هذا. داك الناس اللي هربوا في قوارب الموت، واللي جاب فيزا وحرق، واللي خرج بوراق مزورين، واللي كل واحد كيسهل عليه الله باش خرج. المهم باقي فيهم داك حب الوطن. وكنلاحظوا حب الوطن، هانتوما كتشوفوا اللعابه ديال المغرب. انا نهضروا بكل صراحه، المنتخب المغربي راه منتخب ديال الجاليه المغربيه، مكون من اغلبيه العناصر من الجاليه المغربيه اللي جاوا ابائهم ولا اجدادهم لهنا لاوروبا وخدموا وبقاو هما هنايا، وما نساوش الانتماء ديالهم. وحتى المدرب الحالي تا هو من الجاليه المغربيه اللي مولوده هنا في اوروبا. وانتم كما شفتوا عياو ما يبدلوا في لي زونترينور من 86 وما يبدلوا في لي زونترينور بدون جدوى، حتى جابوا لهم اونترينور اللي منهم وعنده نفس العقليه وعنده نفس السيتوياسيون ديالهم، تا هو مولود هنا في اوروبا بعقليه اوروبا، هو اللي عارف يمشيهم، هو اللي عارف يدخل معاهم. الحمد لله والشكر لله. كما قلت لكم ما نساوش بانه فريق مكون من الجاليه المغربيه، واي واحد منهم كان بامكانه يلعب مع الدوله اللي عايش فيها، لانهم جاتهم عروض واغلبيه ديالهم لعبوا ملي كانوا شبان، لعبوا مع الدوله اللي هما عايشين فيها كاسبانيا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا المهم، ومن بعد بدلوا الانتماء ديالهم الرياضي واختاروا الرايه المغربيه والوطن. علاش؟ لان حب الوطن وحب الرايه المغربيه وحب الملك ديالنا الحمد لله. وحتى حنا هنايا كنخليو كنميو هادشي فينا، وما يقدرش شي واحد يحيد لنا هذا حب الوطن من القلب ديالنا، وكنزرعوها في ولادنا، وولادنا ان شاء الله غادي يزرعوها في ولادهم، سواء رجعوا للمغرب سواء بقاو عايشين هنا، غادي يبقاو ديما مغاربه. ندوزو دابا للرساله ديال الحكومه. كنظن بان الحكومه شافت وشافوا بهذا الشيء، بهذه الانجازات اللي وصلت لها هذا المنتخب المغربي الحمد لله، وحب الناس
للرايه المغربيه وكيفاش خرجوا وكيفاش شنو داروا. انا باغي نقول لهم كلمه واحده، هما راعيوا الله في هذا الشعب المغربي، راعيوا الله فيه. يعني ما خليتو ما درتو، كليتو شربتو سرقتو غليتو هذا، وما عمرهم خرجوا عليكم، وعمرهم ما خرجوا وداروا شي فوضى في المغرب اللي تكون عواقب ديالها سيئه. علاش؟ كما كنقول لكم، لان حب الوطن وحب الملك، ما بغاوش الوطن ديالهم يتشتت ولا توقع له شي حاجه بحال اللي وقع في عديد من الدول. بغاو المغرب ديالنا يبقى ديما متضامن. الا شفتوا الكميه ديال الناس اللي خرجت كتغوت بالفوز ديال الفريق المغربي، ايماجينيوها خارجه كتغوت على الزياده في الاسعار، ولا خارجه كتغوت على سوء المعيشه، ولا سوء التغذيه، ولا سوء يعني الدراسه ولا الطبيب ولا اي حاجه. ايماجينوهم خرجوا على داك الشيء، راه والله ما غادي تقدروا تجمعوهم، اقسم بالله ما غادي تقدروا تجمعوهم. يعني كنقول لكم اغتنموا الفرصه، بان الشعب مازال كيبغي الوطن ديالو والملك ديالو، ويهديكم الله، يهديكم الله، وراعيوا الله في داك الشعب. راه انتم الخاسرين. بارك عليكم من التهجير، خليو الشباب يبقاو كاع حابين بلادهم وخدامين فيها، وجدوا مناصب الشغل، وخليو صافي كليتو وشربتو، ما خليتو ما درتو، نعلوا الشيطان، وما تخليوش الشعب المغربي يخرج على العقليه ديالو واللي فيما لا يحمد عقباه. وشكرا لكم، ودعوا معنا ان شاء الله ماتش ديال البرتغال حتى هو يكون من النصيب ديالنا. وحنا كما وصلنا لهذا الموقف هذا، لهذا الرصيد هذا اللي وصلوا للمغرب، ما بقيناش طامعين غير ندوزو الدوزيام تور ولا تروازيام تور، ولينا طامعين في الفينال حنايا، ولما لا، ولينا طامعين في الفينال، وما بقى حتى شي فرقه كتخلعنا. نقدروا نخسروا مع اي فرقه، ولكن واخا نخسروا معاها ما غتخلعناش. وبون شونس للمنتخب ديالنا، وشكرا لكم. وصلوا هذا الميساج للحكومه المغربيه. والله الوطن الملك، وعاش الشعب.